نشوفوا تو هنا حركة الماء داخل الترموستات في المحرك. شفتوها؟ تو نشوفوا حركة الماء داخل الترموستات. نشوفوا الماء كي يبدأ برد، يبدأ من اللطء برد، وشفتوه كي يفتح، هو يفتح يعني الرسور هذايا اللي موجود، الرسور هذايا الرسور، شفتوه كيش يطلع ينزل. هذاك الرسول هذاك هو البيستون هذاك او القطعه هذيك اللي تدخل تخدم وسط الترموسات، هذيك تخدم بالحراره، كما المانو، كما حساس الحراره. وين يجيها الماء السخون المكان هذا، وين يجي الماء السخون يسخن يفتح، يمشي الماء للراديتير. هنا جهه المحرك هذه، شفتوها؟ هنا جهه المحرك هذه القطعه هذه تركب جهه المحرك، ومن هنا ماشي للراديتير باش تبرد وتعاود ترجع. يعني تحل الماء السخون كي يسخن هنا، الماء يوصل درجة الحرارة معينة اللي هي تفتح بها الترموستات، يمشي للراديتير وعاود يعمل الدورة وعاود يرجع. يعني يبرد في المحرك، يبرد في الراديتير ويرجع للمحرك، وهكذا. هذيك خدمة الترموستات. شوفوها كيف تخدم الترموستات في وسط المحرك بالماء السخون. هذيك كتب الماء السخون، شوف كيف خدمها، تفتح وتسكر. شوفوا الراس هذه القطعة هذه تطلع وتهبط، شفتوها؟ تطلع وتهبط القطعة هذيك، لأن تفتح الباب من هنا باش الماء يخرج، لأن تبدأ مسكر هنا. هنا يبدأ محصول الماء هنا سخون، ما يتحركش إلا ما تفتح هي باش يمشي هو للراديتير وعاود يرجع. يعني هذه حركة الترموستات في محرك السيارة، اللي هي هذه معمولة بالسهم. تو هذه القطعة اللي كنت تشوف فيها تطلع تنزل، وهذه الفتحة اللي يخرج منها الماء السخون. الماء السخون ديما موجود في المكان هذا، الرسول هذا هو اللي طالع هابط، وهذه الفتحة اللي يخرج منها الماء السخون يمشي للراديتير وعاود يرجع.